بأغلب العائلات في وحدة مكيودة وسماوية وخرابة بيوت وبسوس. تعرفوا مين البسوس؟ ويلي ما بيعرف تعالوا أحكي لكم مين البسوس. البسوس وحدة علقت قبائل ببعضهم وصارت حرب من وراها، وهالحرب هاي دامت 40 سنة لما حرضت ابن أخت جساس على قتل قائد القبيلة اللي هو كليب أخو الزير سالم. ليش؟ لأنه ما خلى الناقة تبعها ترعى بأرضه، ومع إنه نبهها فهي تحدته وخلت الناقة ترعى بأرضه، فقام قتل الناقة. فهي من كتر ما انكادت راحت حرضت ابن أخت جساس على قتل كليب، مع إنه في قرابة بيناتهم، ومرت كليب بتكون بنت أخت للبسوس، وجساس اللي قتل كليب بيكون ابن عمه وبيكون أخوها لمرت كليب، يعني قتل عديله. طبعا جساس من بعد ما قتل كليب فل من البيت، جبنا العيد، فل من القبيلة. المهم اختفى لأنه عارف رح ينقتل. فلما سمع الزير سالم شن الحرب على القبيلة، وصار يقول إنه كل 10 أشخاص بجز نعل كليب، يعني صار بده يقتل القبيلة كلها مشان أخوه. واستمرت الحرب أجيال، يعني راحت أجيال وإجت أجيال ولسات الحرب، كله من ورا مين؟ من ورا البسوس. وبأغلب العائلات في وحدة مثل هالبسوس، شغلتها الشاغل إنه تنقل الحكي، تألف، تكذب، تفتن، تحرض. فيها سوسة ما بتقدر تقعد بدون مشاكل، ما بتحب الخير لحدا وما بتحب تشوف مركب ساير. وبعد ما تولع الناس ببعضها بتتظاهر بالبراءة والطيبة وإنها مظلومة يا حرام، وهي إنسان